فكان حادثة نيرة أشرف ومحمد عادل، الطالبة اللي رفضت الحب المرضي من زميلها ولما رفضت ترتبط بيه وتتجوزه كانت نهايتها إن هو أنهى حياتها على باب الجامعة، وكانت نهايته وعقابه اللي يستحقه هو حبل عشماوي. القصة اتكررت كتير رغم ان احنا ياما سلطنا الضوء عليها، مفيش حد بيرتضع، والقصة بتكرر بس مع اختلاف الاسماء. الجريمه البشعه اللي حصلت النهارده حصلت في الشرقيه، محافظه الشرقيه تحديدا في مركز الزقازيق. حصلت للطالبه مريم اللي كانت نهايتها الحمد لله ان هو ربنا قدر ينقذها من ايد زميلها احمد. احمد 23 سنه كان بيحبها من زمان، هما الاتنين كانوا بيحبوا بعض، بس للأسف والدها رفض أحمد لما راح يتقدم لمريم وعرف من زميلتها إن هي اتخطبت لحد تاني، فقرر إن هو يعتدي عليها بسكينة وبسلاح أبيض. وكان في المستشفى، كان في برنامج تدريبي، وكان في ساحة المستشفى الأمن قدر إن هو ينقذ مريم بعد إصابتها في جرح سطحي في الجانب الأيمن في البطن، وجرح تاني في إيديها الشمال، وأنقذوها من إيديه وسيطروا عليه وروحها اتعالجت، والحمد لله نهايتها ما كانتش زي نهاية نيرة. ده بيعيد الأحداث التشابه الكبير اللي حصل برضه في محافظة الشرقية لسلمى بهجت، الحادثة اللي كانت من كام سنة وكان أحداثها متشابهة كبيرة جدا مع بطلة جريمة النهاردة مريم. بس الحمد لله النهاية ما كانتش النهاية المتوقعة زي ما حصلت في الجرائم التانية اللي قبليها. طيب ايه اصل الحكاية؟ عشان نعرف اصل الحكاية لازم نقولها من البداية. حققوا مع محمد، طبعا هو دلوقتي تم القبض عليه واخد 4 ايام على ذمة التحقيقات. بيحققوا معاه ايه هي القصة بالظبط. بيقول على حسب كلامه ان هو بيقول ان هو كان مرتبط بمريم، هو عنده 23 سنة للعلم، في سنة رابعة كلية طب بشري في جامعة الزقازيق، وهي برضو زميلته. بيقول ان هما كانوا مرتبطين مع بعض من زمان وبيحبوا بعض، ولما كبروا استمر الحب ده ما بينهم وكبر اكتر. وبيقول ان هو اتقدم لوالدها كذا مرة وهو تم رفضه، وبعد كده ان هو يأس جدا من الموضوع. عرف من صديقتها ان هي اتخطبت من واحد تاني ووافقت عليه بعد ضغط اهلها عليها، ونتيجة ان هي استجابت في النهاية لضغط اهلها واصرارهم على العريس اللي كان متقدم لها، فقرر ان هو ينتقم منها. حاول يتصل بيها كتير، معرفش ان هو يوصل لها علشان يقابلها ويناقش معاها الموضوع. فبيقول ان هو لما شافها في ساحة مستشفى في الزقازيق، فبيقول اتناقشوا مع بعض، حصلت خناقة ومشادة ما بينهم تطورت وكبرت، وتعدى عليها بالسكين واحدث بها الاصابات اللي انا قلتها، اللي هي اتوردت في التقرير الطبي، اللي هو جرح سطحي في الجانب الايمن في البطن، وجرح تاني في الذراع الايسر في اليد اليسرى. طيب هو ده على حسب كلامه، بيقول كان خلاف، يعني كانت مشادة ونقاش فتحول لخلاف خناقة فتطورت لكده. بس أنا شايفة إن هو بيكذب في الحتة دي، لأن هو لو خلاف يعني ومن قبيل الصدفة اتعدى عليها وما كانش يعني حاطط في دماغه ولا مبيت النية إن هو يعتدي عليها بالسلاح، هو أصلا اللي كان معاه السلاح لما أنت يعني من قبيل الصدفة يعني إن هو حصل كده. فلا انت كنت مبيت النية وجايب معاك الحكاية السلاح دون. طيب دلوقتي هو اخد 4 ايام زي ما قلنا على ذمة التحقيقات، لسه هنتابع الموضوع، والحمد لله انه النتيجة ما وصلتش لنتيجة ومصير اللي حصل لنيرة وحصل لسلمى وحصل لناس تانية قصصهم كتير متشابهة مع اختلاف الاسماء. اي واحد بيجي يتقدم لحد بيترفض او هي بترفضه او اهلها بيرفضوا فبينتقم منها، فبيقول اصل هي ما كنتش عايزها تتجوز حد غيري. طب
بناء على ايه؟ طبعا هما اخته طلعت يعني وكلمت وقالت ان هو عنده مرض نفسي، وانه وده هناقشه طبعا بالتفصيل، وان هو عنده ثنائي القطب، وان هو ممكن بيخليه بيعمل اعمال عدوانيه. طبعا هيتم توقيع الكشف الطبي عليه لو ده قدموه وثبتوه للمحكمه انه كان بتقول بيتعالج عند دكتور نفسي، وده كان من حوالي سنه ونص. هيبينوه ان هو مسؤول عن افعاله، وان هو مش واعي ومدرك كل الحاجات دي، ولا هو فعلا مريض نفسي وممكن يعمل كده. يا جماعة بس انا عايزة اوضح حاجة، مش اي حد انت مرتبط بحد ولا بتحب حد، يعني مش هنعيد فيلم الوسادة الخالية، يعني ان انت مرتبط بحد ولا بتحبها وتيجي هي مثلا ما حصلش نصيب مع، خلاص يا عم ربنا مش كاتبها لك، بس مش اي حد انت مرتبط بيه ورفضتك او مثلا اهلها رفضوك فانت تخلص عليها. لا، ما هي مش غابة، احنا مش عايشين بقانون الغاب. لا خلاص، ما يمكن ربنا شايلك الاحسن، يمكن ربنا كاتب لك واحدة تانية احسن. ليه كده؟ لان انت لو مش ليا مش هتبقى لغيري، ماشيين بالمبدأ ده، وانت مش ليا مش هتبقى لغيري. ليه؟ ما ربنا كاتب لك نصيبك مع حد احسن، وهي كاتب لها نصيبها مع حد تاني، فمش شرط. فحبيت بس اوضح المعلومة دي لاي حد يشوفني من الشباب او البنات وكده، لازم يتفهموا النقطة دي عشان ما يضيعوش نفسهم. يعني ده كان هيبقى دكتور ضيع نفسه في لحظة، دكتور طب بشري سنة رابعة، يعني ضيعت حياتك وكلها في لحظة عشان ايه؟ غباء. غباء يقولوا حب ومش حب في ايه؟ كنت اثبت نفسك واطلع وتخرج، ما يمكن اهلها شافوك ان انت لسه طالب بتاخد مصروفك من اهلك لسه ما فيش اي حاجة. في اهالي بتتفهم كده ويقول لك ماشي ان احنا بنتنا ترتبط بيه تمام، بس يمكن شافوك ان انت معكش اي حاجه، لا شقه ولا اي حاجه، ان انت يقدروا يأتمنوا بنتهم معاك على حياتها معاك، وان انت تبقى قد المسؤوليه، انت لسه طالب. يا عم خد تستنى تكبر وكده وتشوف نفسك وحالك وتشتغل وهيبقى ليك وضع، انما انت ايه اللي عملته ده؟ ضيعت نفسك في لحظة. هنتابع التفاصيل اول باول ونشوف هيتقسي على ايه، هل هيتحول لكشف عليه علشان يثبتوا ان هو مدرك عن افعاله، ولا التقرير الطبي هيثبت ان هو فعلا واعي ومدرك لكل افعاله، وهنشوف احمد هيوديه مصيره على فين. ربنا يهدي كل الطلبة وكل الرجالة، ان لازم يحطوا النقطة دي قدام عينيهم، ملكش نصيب في حد ما تأذوش، اكيد ربنا شايلك الاحسن، بدل ما تضيع نفسك وتروح في 600 داهية، يا اما السجن المؤبد يا اما الاعدام. التهمة المتوجهة لأحمد حاليا هي تهمة الشروع في قتل، ولو كانت البنت لا قدر الله توفت كان هيبقى القتل العمد وهيبقى مصيره إعدام. في جميع الأحوال هو حياته ومستقبله كلها ضاعت. هنتابع وهكشف لكم التفاصيل أول بأول.